العرب من القاهرة. كل القصائد بحرها وزن وأفكار، أي اللحون مقامها لحن وأوتار. أشعار على الأوتار، فيض القصائد والفكر، عطر الضياء إلى السحر، بوح المشاعر للنغم، عزف القلوب على الوتر. أشعار على الأوتار. أشعار على الأوتار مع أحمد مبدي. وخالد علي لمسات هندسية بأنامل ذهبية. لا تكذبي، إني رأيتكما معا، ودعي البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى. إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه، ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. تتحديان الشوق بالقبلات، تلذعني بصوت من لهيب، بالهمس، بالآهات، بالنظرات، باللفتات، بالصمت الرهيب. ويشب في قلبي حرير، ويضيع من قدم الطريق، وتطل من رأس الظنون تلومني وتشد أذني. فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني. هذه رائعة من روائع الشاعر كامل الشناوي. غناها أكثر من مطرب. بالطبع أول من غناها محمد عبد الوهاب، طبعا ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أيضا. غنتها نجاة وغناها عبد الحليم حافظ. نحن بصدد قصيدة من أهم القصائد التي طرحت جدلا كبيرا تغنت بها نجاة في فيلم الشموع السوداء، بطولة النجم صالح سليم ومينا رزق وكوكبة من النجوم إلى جانب نجاة المطربة. معي لتحليل هذه القصيدة موسيقيا وأدبيا اللذان لحقاني باسم الفيلم الشموع السوداء، دكتور وسام شعيب الملحن، أهلا بحضرتك. أهلا ودكتور خالد البوهي الشاعر والناقد، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. كامل الشناوي لا شك أنه علامة من علامات الشعر، كبرت أم صغرت لكنه علامة، وعلامة بارزة. يعني اختلف حوله النقاد لكنه يظل يثير جدلا في كتاباته خاصة العاطفية منه. دكتور خالد البوهي. كامل الشناوي من الشعراء الذين لهم فضل على الأغنية وفضل على الجمهور، إنه أصبح يتذوق الفصحى. الفصحى بطبيعة الحال هي ليست اللغة الدارجة، وبطبيعة الحال أحيانا بتكون يعني ثقيلة على المتلقي العادي. حينما ينجح الشاعر في أن يكتب الفصحى ويعني تصل إلى الجمهور وتصل إلى المتلقي العادي، بل يعني ويترنم بها الناس، فهذا شيء جميل. ويكون الشاعر
كاتب نجح في ذلك وقدم للفصحى خدمة، انها اصبحت لغة موجودة. اغنية زي النهاردة لا تكذبي، الناس البسيطة بتطلب تحب تسمع